السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناتنا الكرام، نرحب بكم من جديد. خبر النهاردة بيتكلم عن الشركة المصرية للاتصالات. وطبعا زي ما احنا عارفين كان من أسبوع سهم الشركة المصرية للاتصالات عامل حوالي 36، وبعدين السوق كله بيطلع وهي بتنزل، سبحان الله. ايه السبب؟ الله أعلم. لحد ما وصلت 31 ونص و31 و70، بمعدل انخفاض حوالي 6% أو 5.5%. طبعا اللي اشترى على السعر ده يعني في فرصة إن تصعد. أنا كنت أحد المشترين على السعر ده، اشتريت 1000 سهم. بعدين رفع بقى ب32 و40، ودايما الإنسان طماع وكده ومرضتش أبيع. بعدين نزل تاني، لكن ممكن الخبر ده يكون ليه تأثير على سهم الشركة المصرية للاتصالات. طبعا احنا زي ما عودناكم ان احنا بنختار الاخبار من مواقع تهتم بالاسهم وتهتم بالاقتصاد، وبنذيع الخبر على حضراتكم وبنعمل تحليل بسيط للخبر. طبعا انا اساسا تخصصي والدراسة بتاعتي صحافة، والكلية بتاعتي متخصص في الصحافة والإعلام، فأنا يعني بتكلم على الخبر وبعمل تحليل بسيط طبقا للخبرة بتاعتي. طبعا في الصحافة والحاجات دي في صحفيين متخصصين في الشأن مثلا الرياضي، في صحفيين متخصصين في الشأن اللي هو الاقتصادي، وفي صحفيين متخصصين مثلا في الحروب والكلام ده كله إلى آخره. فأنا يعني عملت القناة دي أولا إن أنا داخل في البورصة بمعظم الفلوس اللي معايا، ويعني خبرتي فيها ليا حوالي سنتين وسنتين وكسور. فحبيت ان انا استفيد منكم وتستفيدوا مني، ان انا مثلا اخد وجهات نظركم، اعرضها مثلا في التعليقات ونتناقشوا مثلا على موضوع ونستفيدوا كلنا يعني، وربنا ايه يكرم الجميع بإذن الله. الخبر ده الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، زي ما قلنا سابقا ان ممكن يرفع السهم بتاعها، خاصة ان بلدنا اساسا اللي هي مصر تعتبر محور للشرق الاوسط، وهي اللي رابطة الشرق الاوسط باسيا واوروبا عن طريق الكابلات البحرية. اللي الناس ما تعرفوش ان الشركة المصرية للاتصالات دي عملاق، يعني عملاق، واخد مناقصات، واخد كابلات بحرية من اوروبا مددها موصلها للخليج، ويعني دنيا بالايجار طبعا لكله. فتقريبا في الخبر بتاع النهارده بيتكلم عن شراكة بين المصرية للاتصالات وهواوي كلاود لاستضافة أول سحابة عامة في مصر. مش عارف يعني ايه سحابة عامة، بس أنا أعتقد إنها سحابة عائمة، لأن ممكن يكون حاجة في البحر دي تبع الكابلات والكلام ده كله. تفاصيل الخبر: أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي كلاود المتخصصة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تعاونهما لاستضافة أول سحابة عامة لشركة هواوي في مصر وشمال أفريقيا. وذكر بيان اليوم أن التعاون يأتي تماشيا مع الاستراتيجية التي تنتهجها المصرية للاتصالات لتعزيز وضع مصر كأكبر وأهم محور رقمي عالمي. يعني مش هي أكبر وأهم، هي المحور الوحيد العالمي اللي هو رابط بين أوروبا والشرق الأوسط، هي مصر، عن طريق طبعا الكابلات الممدودة في البحر واللي معدية معدية في قناة السويس عامة يعني. فيعتبر هو اللي هو هنا بيقول لك كأكبر وأهم محور، هي يعني هي المحور الوحيد، ما فيش تاني، وأهم محور رقمي عالمي للمنطقة، والتي تشمل كذلك تعزيز تطوير خدمات الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية. وتضمن استضافة سحابة هوائية داخل مراكز بيانات الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الوصول بشكل سلس إلى أكثر من 60 دولة حول العالم من خلال الاستفادة من أكثر من 14 نظام للكوابل البحرية، والتي سيتم زيادتها إلى 18 نظام كابل بحري بحلول عام 2025. ذلك بالإضافة لإتاحة الوصول بصورة هائلة للمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة في مصر. وتستهدف الشركة المصرية للاتصالات توظيف شبكتها أدمج حلول هواوي السحابية بسلاسة مع البنية التحتية الحالية، بما يتضمن الانتقال إلى حلول السحابة. طبعا اللي عنده خلفية عن السحابة والكلام ده كله يا ريت
ياخد فينا ثواب ويكتب لنا يعني ايه سحابة والكلام ده كله. انا في وجهة نظري ان هم يعني هيوصلوا كابلات بحرية، هيزودوا الكابلات الى 18 كابل يعني، خلاصة الخبر. وهيبقى في تعاون والوصول الى 60 دولة والكلام الكتير ده كله. هل هيكون للخبر ده تأثير على سهم الشركة المصرية للاتصالات؟ هل هنشوفه بكرة مثلا ب33 ولا ب34؟ نتمنى ذلك. وبكده يكون انتهى خبر الشركة المصرية للاتصالات. أتمنى لكم المتابعة، ونراكم في الخبر القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.